الرحمن الرحيم عن كل اخواتي وحبايبي. طبعا في بدايه الفيديو اعمل اشتراك للقناه واعمل لايك وصلي على النبي في الكومنتات وادعي لاخواتنا في غزه، وتعالوا مع بعض نشوف قصه حرقان زيزو في نادي الزمالك. في ايه؟ انت عملت ايه؟ حازم في رشه واحده مش عارف اطلعها. طبعا تعالوا مع بعض نشوف قصه زيزو والحرقان اللي داير الايام دي في نادي الزمالك بسبب زيزو. هل نادي الزمالك يسكت لما زيزو بيتنقل لنادي الاهلي؟ طبعا لا. يعني قلنا في فيديو قبل كده ان رضا عبد العال زيزو عامل له وسوسه في ودانه، بس مش رضا بس عبد العال اللي زيزو عامل له مشكله، ده طلع ناس كتيره جدا زيزو عامل لهم مشكله وعامل لهم حرقان في نادي الزمالك. طلع طبعا الكابتن محمد ابو العلا على قناه نادي الزمالك واتكلم على احمد السيد زيزو، وان ادمن اتحاد الكوره ازاي ينزل بوستر في احمد السيد زيزو على رغم وجود محمد صلاح ووجود مرموش ووجود تريزيجيه ووجود اي لاعيبه ثانيه. وقال كمان ان احمد السيد زيزو في مشاكل والكلام ده. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ونعلق بعد ما نشوف الفيديو. انت بتنزل بوست للعيب مثلا لسه منتقل من نادي جماهيري كبير لنادي تاني جماهيري كبير والموضوع فيه احتقان، يبقى البوست اللي بتمثل بيه منتخب مصر يبقى صوره زيزو مثلا اللي موجوده على البتاع، او ده اول ماتش دولي لزيزو بعد انتقاله من الزمالك للاهلي. والله انا مبسوط لزيزو ان هو طبعا زي ما انتم شفتوا الفيديو قدامكم الكابتن محمد ابو العلا بيقول ان ازاي اتحاد الكوره او ازاي ادمن اتحاد الكوره ينزل صوره زيزو على رغم ان هيبقى في مشاكل بين القطبين بين الاهلي وبين الزمالك. يا كابتن محمد زيزو خلاص انتقل من النادي الاهلي، شيل زيزو من دماغكم لان انتم مركزين مع زيزو على الرغم ان انتم عندكم مشاكل كتيره جدا في نادي الزمالك، من ضمنها تجديد اللعيبه، من ضمنها المستحقات المتاخره للعيبه والمدرب. فركز مع النادي الزمالك وبلاش تحط زيزو في دماغك عشان خاطر زيزو طلع من نادي الزمالك راح النادي الاهلي، بس هو راح النادي الاهلي لان هو اختار المكان الصح اللي يقدر من خلاله يكسب فلوس او من خلاله يقدر يحقق بطولات. هو مع نادي الزمالك لحد النهارده زيزو ليه مبالغ كتيره جدا في نادي الزمالك، فبلاش تتكلم على زيزو كتير لان زيزو يعمل لكم دوشه. لا، ركز مع النادي بتاعك واتكلم على النادي، يعني حاول تحل المشاكل اللي عندك في النادي، مشاكل الارض ومشاكل تجديد المدرب ومشاكل الرواتب المتاخره. يعني مدرب فيريرا ليه شهرين لحد النهارده ما خدش فلوسه، وطلع وطلب من النادي وسال ليه الفلوس متاخره بقى لها شهرين؟ لان طبعا الزمالك لحد النهارده عمال يدور ان هو يسدد مستحقات المدرب بدل ما يطلع على الفيفا. وانتوا كده كده عارفين ان اي مدرب في نادي الزمالك واي لاعب ما بياخدش مستحقاته طبعا معاه العنوان ومعاه رقم الفيفا وبيطلع على الفيفا على طول وبيتوقف كده نادي الزمالك. فيا ريت تركزوا مع النادي وبلاش تركزوا مع احمد السيد زيزو. كمان في حاجه هنتكلم فيها، طبعا ناس كتيره طلعت وقالت ازاي احمد السيد زيزو يروح النادي الاهلي ويعمل كميه الاعلانات دي. هل احمد السيد زيزو في العقد بتاعه ما فيش اعلانات؟ لا، في اعلانات ومن حقه ان هو يعمل اعلانات، بس الواجهه هو النادي الاهلي شايف ان الواجهه ان احمد السيد زيزو يعمل اعلانات. طبعا كل الناس قالت ازاي يطلع في اعلان واحد ويبقى عامل فيها ان هو مصارع وعامل محامي وعامل فيها ان هو بيوصل اوردرات. لا، هو حب ان يوريكم ان النادي الاهلي، طبعا زيزو حب يوري نادي الزمالك وحب يوري الناس اللي بتطلع تتكلم عليه ان هو في النادي الاهلي مش مبسوط. لا، هو موجود في النادي الاهلي والنادي الاهلي بيقدر يوفر له اعلانات ويقدر يوفر له نتائج ويقدر يوفر له كل حاجه عشان خاطر هو موجود في النادي الاهلي. هل الناس بره تسكت؟ لا، ناس كتيره جدا بتطلع بتتكلم وحرقان شغال من ناحيه زيزو عشان زيزو طلع من نادي الزمالك راح للنادي الاهلي. طب هل لو زيزو ده طلع من نادي الزمالك راح اي نادي عربي وبعد كده راح للنادي الاهلي، هل الهوجه دي كلها هتقوم عليه؟ اكيد طبعا الهوجه دي مش هتقوم عليه. ليه؟ لان زيزو ما طلعش بايه مباشر، لا، طلع للنادي تاني وبعد كده راح للنادي الاهلي. طب لو بالنسبه للبوستر اللي نزل وناس كتيره طالعه بتتكلم عليه ومحمد ابو العلا طالع بيتكلم عنه، هل لو الصوره اللي موجوده محمد صلاح، عمر مرموش، تريزيجيه، حسام عبد المجيد، كنت هتطلع تقول الكلام ده كله وتقول ان الادمن عامل مشكله وان الادمن عامل حوار عشان خاطر
يعمل ان في تلاحم بين الجماهير وان في هيبقى في مشكله بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك وهيعمل ضجه كبيره. لا، ما كنتش هتطلع تقول كده. ليه؟ عشان خاطر ده ما طلعش من نادي الزمالك. اما للاسف عشان خاطر زيزو طلع من نادي الزمالك مباشر راح للنادي الاهلي، على الرغم ان زيزو قايل لنادي الزمالك انا طالب في العقد بتاعي 1 2 3، ونادي الزمالك رفض، ونادي الزمالك ما رضيش يقدم له اي عروض، او نادي الزمالك ما رضيش يقدم له او يوفر له اي فلوس. ما راحش وقال او راح الاهلي كده وخلاص. فيا ريت بلاش تحطوا زيزو في دماغكم وركزوا مع النادي بتاعكم. ده كمان فيريرا بيطالب بمستحقاته بقاله شهرين ما قبضش، وفي لعيبه في نادي الزمالك بقالها شهرين ما قبضتش وسالت واستفسرت ايه سبب ان المستحقات او ايه سبب ان الفلوس دي تتاخر. لان طبعا نادي الزمالك ما فيش فلوس، نادي الزمالك بسبب حته الارض اللي هي في اكتوبر اللي سحبتها وزاره الاسكان دي بوظت كل الدنيا. لان نادي الزمالك كان حته الارض دي واخد عليها قروض ومدي ناس معينه قطع من الارض عشان خاطر طبعا الصفقات اللي جت اللي هي لنادي الزمالك. ده كان من ضمن القروض اللي جت من نادي الزمالك. طبعا القروض دي اللي هي سحبتها بناء على الارض وبناء على المشاريع اللي ايه هتعملها على ارض اكتوبر. لما الارض اتسحبت من نادي الزمالك حصل مشكله كبيره. دلوقتي نادي الزمالك مش عارف يدفع الفلوس لا للمدرب ولا للاعيبه، والفلوس متاخره بقى لها شهرين. فيا ريت كل شخص في نادي الزمالك او كل شخص مسؤول في نادي الزمالك يركز مع النادي بتاعه. الاعلام الزملكاوي يركز مع النادي بتاعه. بلاش تحط احمد السيد زيزو وتاخد اللقطه على احمد السيد زيزو عشان موجود في الاهلي، وركز مع النادي بتاعك وخليك في النادي بتاعك وخليك في المشاكل اللي عندك. لان تقريبا جاي لك ايقاف قيد قريب بسبب فيريرا وبسبب المستحقات المتاخره للاعيبه والمدرب. استنونا في فيديو جديد واخبار جديده، بس ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتعمل اللايك عشان يوصل لك كل جديد. بلاش تحط زيزو في دماغك.